ممرضة تستعد لإعطاء حقنة لسجينة بالمستشفى. فجأة تمسك المرأة بالمحقنة وتحقن الممرضة. تغمى على الممرضة وتأخذ المجرمة مفاتيح الأصفاد، ثم تسمع صوتا وتستلقي مسرعة. يدخل شرطي ويقول: يجب أن تختفي، طفلك التالي، ويضيف شيئا للمحلول ويغادر. تقطع المرأة الأنبوب، تفك نفسها، ترتدي زي الممرضة وتهرب. تتسلل إلى سيارة الشرطة وتأخذ طفلها، والضباط مشتتون. لكن قبل أن تغادر يوقفها الضباط. الضابط يسأل: كيف نجوت؟ تتوسل: أرجوك دعني أذهب، لن أخبر أحدا. يعيدوها وتصل ضابطة وتقول: انتظروا. يقول ضابط: سنأخذ المجرمة. وترد الضابطة: أعرف من هي المجرمة الحقيقية وما فعلته بها، وكان هذا الضابط قد ذهب سابقا لمقابلة الفتاة. يقول: يلا نستانس شوي. ترد البنت: وش تسوي؟ الضابط يجاوب: كذا نسوي المقابلات عندنا، لازم ترضين الكبار. البنت تطلع من الغرفة وتصارخ: كلكم اطلعوا الحين، هذا مو رجال، هذا وحش. الضابط يطلع من المكتب ويقول: ليه باقية هنا؟ روحي بيتكم، بنتصل فيك بعدين. تتجادل مع الضابط الثاني. يرد: دخلوا اللي بعده. اليوم الثاني البنت تتسلل لغرفة الكاميرات، تنسخ تصوير اليوم اللي فات على فلاشة، وهي طالعة تطيح بالغلط. ضابط ثاني يلقى الفلاشة ويأخذها مع زميله. اليوم الثاني ضابط كبير يزور البنت بالسجن ويقول: لازم تهتمين بولدي. البنت تتعصب وتجادل. الضابط يطلع. بعدها المرأة تولد وتقول: الحين بثبت بتحليل DNA إني ما كذبت. الشرطة تأخذ الطفل. يقول الضابط الفاسد: راح أدمر هالدليل بعد. وفجأة تدخل ضابطة لغرفة الكاميرات وتقول: أبي أعرف وش سرقتي هالحرمة، عندك أي دليل؟ يرد الضابط الصغير: أيوة، هذا هو. تدخل الفلاشة وتشاهد الفيديو. يظهر ضابط ثاني قرب سيارة، والضابط الفاسد ينمسك متلبس. تقول الضابطة: خربت سمعة القسم، كلكم بتواجهون العدالة. تأمر بأخذهم. بعدما يطلعون الحرمة تقول: شكرا من كل قلبي. ترد الضابطة: الحين تقدرين تنضمين للشرطة وتحاربين الظلم. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك بقناتنا.